يا أهلا بكل محبين قصة فيلم. صلوا على النبي في بداية الكلام، وقبل ما نبدأ هفكركم بدعمكم لينا باللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش يشترك معانا ويفعل الجرس عشان يتابع ملخصاتنا الجديدة. وطبعا مستنى أعرف رأيكم في التعليقات عشان بتفرحنا جدا. ويلا بينا نبدأ فيلم النهاردة. بتبدأ أحداث فيلمنا النهاردة في اليونان سنة 2001، وبنشوف أليكس وهي بتركب مركب عشان تروح لمطعم على الجزيرة قريبة من المينا. وفي الطريق للمطعم بيبان عليها انها متوترة، وده لانها بتخاف من البحر بسبب حادثة حصلت لها وهي صغيرة. ولما بتوصل للمطعم بتقابل ماكس صاحب المطعم، وبتعرفوا انها موظفة الاستقبال اللي كلمته من فترة عشان تشتغل عنده. وساعتها ماكس بيعرفها انها اتأخرت اسبوع عن ميعادها وما اتكلمتش حتى عشان تعتذر، بعين واحد تاني مكانها. وبتقول له انها جاية من مشوار بعيد جدا، وان شنطتها اتسرقت منها ورقمه كان على التليفون اللي في الشنطة اللي اتسرقت، وعلشان كده ما عرفتش انها تكلمه. ولكن ماكس ما اهتمش بكلامها، وبيعرفها ان هو مشغول ومش فاضي وان الوظيفة خلاص اشتغلت. وقتها أليكس بتشتمه بالاسباني، فبيفهم كلامها وبيعرفها ان هو محتاج لويترز، وبيعرض عليها الوظيفة وبتوافق. ولانها اول مرة تشتغل الشغلانة دي فبتكون متوترة، وده غير انها ما بتعرفش تتكلم يوناني فما بتقدرش تفهم طلبات العملاء. وبعد ما العملاء بيمشوا بتوقع كل الاطباق على الارض قبل ما توصلهم للمطبخ. وفي اخر اليوم كل البنات اللي شغالين في المطعم بيرقصوا على الموسيقى. وفي نفس الوقت ده بيكون شيكو بيلعب شطرنج مع ماكس، وشيكو بيكون واحد من الموظفين المطعم، ومهمته ان هو يوصل العملاء بالقارب للمطعم، وكمان بياخد الموظفين بعد شغلهم وبيوصلهم للقارب لبيتهم على البر التاني. وبنشوفه هو بيروح يرقص مع البنات، وبنعرف ان هو على علاقه ببنت شغاله في المطعم اسمها اليا. وفي اخر اليوم بيعرض شيكو على أليكس انها تبات معاه في شقته على البر التاني لحد ما تلاقي مكان تعيش فيه. ولكن ماكس بياخدها للاستراحه جنب المطعم وبيسمح لها انها تبات فيها. وهنا بنعرف ان كل حاجه على الجزيره تبقى ملك الماكس. وتاني يوم الصبح بتصحى أليكس على صوت ماكس وهو بيشتغل في المزرعه، ولما بتروح له بيعرفها ان الشغل في المطعم بيكون في فتره الصيف بس، لان مفيش عملاء بييجوا للمطعم في الشتاء، لان المطعم على البحر بيكون الجو برد جدا في الشتاء. وبيطلب منها انها لو فكرت تسيب الشغل انها تبلغه قبلها باسبوعين، وبيسيبها وبيمشي. واليوم ده بيكون اجازه المطعم، عشان كده أليكس بتركب القارب مع شيكو واليا وبيعدوا للبر التاني. وشيكو بياخدها لشقه صغيره على البحر، وماكس هو اللي دفع ايجارها وكلفه ان هو يوصلها بنفسه. ولما بتفتح الشباك بيكون شكل البحر جميل جدا. وتاني يوم شيكو بيوصلها للمطعم، وبيكون معاها ورد بتقدمه هديه لماكس، وبتشكره على كل اللي عمله معاها. وتاني يوم بنشوف أليكس وهي بتشتري شويه حاجات من السوق، وهناك بتشوف ماكس بالصدفه، فبتمشي وراه لحد ما بتلاقيه داخل الكنيسه، فبتقف تراقبه من الشباك. وبعد كام يوم بتتجوز اليا من راجل كبير في السن لانه غني، وبيروحوا يحتفلوا بفرحهم في المطعم. وقتها أليكس بتحاول تخفف عن شيكو، بس الغريب انه ما بقاش متضايق، وبيقولها ان اليا اتجوزت راجل قد ابوها عشان تامن مستقبلها. وبدأ بيروح يرقص مع اليا، وبيكون واضح ان هما بيحبوا بعض جدا. اما العريس فبياكل وبيشرب ومش مركز معاهم. ولما أليكس بتطلب من ماكس ان هو يرقص معاها فبيرفض. وبعد ما الحفله بتخلص بتطلب انه يجي معاهم الحانه اللي هيروحوا يكملوا سهرتهم فيها، فبيقول لها انه هيخلص شغل اللي وراه وبعدها هيحصلهم. وبتفضل مستنياه لكنه ما بيجيش. وتاني يوم بتكون متضايقه جدا وطول اليوم بتتجاهله. وفي اخر اليوم بتخرج من المطعم من غير حتى ما تسلم عليه، وبتساله اعمل ايه عشان اخليك تعجب بيا. فبيطلب منها انها تتعشى معاه، وبيحضر لها العشاء بنفسه. واثناء ما هما بيتعشوا مع بعض بتحكي له أليكس انها كانت مرتبطه بشخص وفضلوا مع بعض 6 شهور. وفي يوم راحت للسينما، وهناك اتصدمت لما شافته مع مراته واولاده، وبعدها سابته من غير حتى ما تواجهه. ولما بتساله عن ماضيه فبيرفض، وبيقول لها انه هيحكي لها كل حاجه في وقتها. وبعدها بياخدها لاوضته، وهناك بتلاقي فلوس، وبتساله انت بتعزف، فبيقول لها لا. وبيعرفها ان هو لما اشترى المطعم والبيت كان الفلوس ده موجود مع باقي العفش، وبتكون متوقعه انه هيقضي الليله معاها، لكنه بيقول لها ان عنده شغل مهم وبيسيبها وبيطلع من الاوضه. وتاني يوم الصبح الموظف اللي كان شغال مكانها في الاستقبال بيقدم استقالته، وبياخد ماكس أليكس لشط البحر، وبيقول لها انه بيحب المكان ده جدا. وبعدها بيعرض عليها انها تشتغل مكان الموظف اللي ساب الشغل طول السنه مش شهر واحد بس، وبيقول لها انه هيدفع لها مرتب اكبر من اللي هي بتاخده دلوقتي. فبتساله انت عاوزني افضل معاك موظفه بس ولا عاوز ترتبط بيا؟ فبيقول لها لا موظفه بس. فبتعرفوا انها هتفكر وهترد عليه. وفي نفس اليوم بالليل لما بترجع لبيتها بتلاقي ماكس مستنيها، وساعتها بيقضوا الليله مع بعض. وتاني يوم على الجزيره بنشوف ماكس هو بياخد الفلوت وبيعزف بيه. وبعدها أليكس بتبقى واقفه على شط البحر وخايفه تنزل الميه، ولكن ماكس بيقدر ان هو يقنعها انها تنزل معاه البحر. وبعد شويه وقت بيكون هما الاثنين قاعدين على الشط. ووقتها أليكس بتحكي لماكس ان زمان وهي صغيره كانت في بيت عمها، ووقتها بنت عمها زقتها جوه حمام السباحه وهي ما كانتش بتعرف تعوم، فكانت هتغرق وعمها انقذها في اخر لحظه، وعشان كده هي ما بتحبش البحر. وبعد فتره بتكون أليكس سهرانه في الحانه مع شيكو واليا، ولما اليا بتسيبهم وبترجع لبيتها بياخد شيكو أليكس معاه على المركب عشان يوصلها للجزيره. ولما بيبان عليه انه متضايق بتساله أليكس اذا كان متخانق مع اليا ولا لا، فبيعرفها ان هم انفصلوا عن بعض. وبيقول لها انه عرف في حياته ستات كتيره جدا بس ما حبش غير 3 وكلهم كانوا مرتبطين وفي الاخر سابوه. ولما بيوصلوا للجزيره بيسلم شيكو عليها وهي بتحاول انها تخفف عنه، وبعدها بتودعه، لكنهم مش بيبقوا عارفين ان ماكس بيراقبهم، وبيبان انه اتضايق بس ما اتكلمش معاه في حاجه. والصبح بنشوف أليكس وهي بتنظف بيت ماكس، فبتلاقي صوره لماكس وهو معاها في الصوره ست جميله جدا وولد صغير. وساعتها بتتصدم، ولما ماكس بيلاقيها اتاخرت عن ميعاد شغلها في المطعم بيروح لها وبيتفاجئ انها بتلم هدومها عشان تمشي، وبتقول له انها اتخدعت مره ومش مستعده انها تتخدع مره تانية. فبيطلب منها انها تديله فرصه يفهمها، ولكنها بترفض.
وهنا بيتعصب عليها وبيطلب منها انها تروح شغلها فورا. ولما بيخرج من الاوضه بتنهار وبتفضل تعيط. وبعد ما بيخلصوا شغل بيحكي لها ان الست اللي شافتها في الصوره دي اسمها كريستينا، وبيقول لها ان هم كانوا عايشين مع بعض فتره كبيره، وفي خلال الفتره دي خلفوا الولد اللي هي شافته في الصوره. ومع الوقت هو وكريستينا الحب ما بينهم اختفى، وبقى طول الوقت بيتخانقوا مع بعض لان هم الاثنين كانوا بيشربوا مخدرات. وعشان يخلي ابنه يتربى في جو ما فيهوش اي مشاكل سابهم ومشي وسافر لليونان واشترى المطعم وكل حاجه على الجزيره، ومن يومها ما رجع لهمش تاني. وبيقول لها ان ابنه دلوقتي عنده 23 سنه، وهو عمره ما فكر ان هو يكلمه او يشوفه لانه مش عارف اذا كان هيسامحه ولا لا. وهنا أليكس بتطلب منه انه يسامحها لانها شكت فيه. وفي نفس اليوم بالليل بتصحى أليكس من النوم على صوت عزف، ولما مش بتلاقي ماكس جنبها بتطلع تدور عليه، فبتلاقيه قاعد بيعزف قصاد البحر. والصبح بترجع تاني تفتش في حاجته، فبتلاقي الاسطوانه قديم وبيكون مكتوب عليها اسم الموسيقى وبيكون كريستينا، وان العازف اسمه بول. ولما بتشغل الاسطوانه بتسمع نفس اللحن اللي كان ماكس بيعزفه الليله اللي فاتت. وبعدها بيكون ماكس بيعد الفلوس في المطعم، وفي نفس الوقت ده بيسمع اليا وهي بتعيط وبتشتكي لأليكس ان شيكو سابها، وبتقول لها انها شاكه انه عرف واحده تانية غيره وحبها. فبتحاول أليكس انها تخفف عنها. وبعد شويه بيحاول ماكس ان هو يشغل موتور المركب لكنه ما بيشتغلش، فبينادي على عامل عنده اسمه يوجو وبيطلب منه ان هو يصلح الموتور بسرعه، وبيكون متعصب جدا. وبعدها بيدخل لاوضتهم وبيفضل يدور على حاجه. ولما أليكس بتساله بتدور على ايه بيقول لها بدور على المنوم بتاعه لانه ما بيعرفش ينام من غيره. وهنا ماكس بيلاحظ ان أليكس بتحط فلوس جوه ظرف، فبيسالها الفلوس دي لمين، فبتقول له ان شيكو عنده قارب قديم وبقاله فتره بيحاول ان هو يجدده، وانها هتديله الفلوس دي عشان يجدده ويلف العالم بيه زي ما هو بيحلم. وبتقول له انها بتحاول تخليه ينسى حزنه على فراق اليا، وبتعرفوا انها هتتغدى معاه النهارده عشان تطلعه من الحزن اللي هو فيه. فبيقول لها ترجعي الساعه 7 على ميعاد شغلك، وبيسيبها وبيروح للمطعم. وبعد شويه بنشوف أليكس وهي مع شيكو في كافيه، وهناك بتوري له غلاف الاسطوانه اللي لقتها، وبتقول له انها حاسه ان ماكس مخبي عليها حاجه، وان اللحن اللي في الاسطوانه دي هو نفس اللحن اللي سمعته بيعزفه الليله اللي فاتت، وانها شاكه ان هو العازف اللي اسمه بول. وبتطلب منه ان هو يتاكد لها من الموضوع ده. وبنشوف ماكس وهو بيشتري منوم من الصيدليه، ولما بيخرج بيشوف أليكس وهي بتتمشى مع شيكو، وبيبقى باين عليهم ان هم منسجمين جدا مع بعض. وفي نفس اليوم بالليل بيوصل شيكو أليكس للجزيره وبيسلم عليها، وفي الوقت ده بيكون ماكس شايفهم. ولما أليكس بتروح تسلم على ماكس بتحس من طريقه كلامه ان هو غيران من شيكو، وبتكون مبسوطه ان هو بيغير عليها، وبتعرفه ان شيكو صديقها لكنها بتحبه هو. وبعد يومين شيكو بيكلم أليكس وبيطلب منها انها تقابله عند المرسى، وساعتها بيقول لها انه عرف ان بول كان موهوب جدا على العزف من وهو صغير، وبيديها الاسطوانه عليها عزف البول، فبتاخدها منه وبترجع للمطعم وبتشغلها. وساعتها بنشوف ان صوره ماكس موجوده على غلاف الاسطوانه، ومكتوب تحت الصوره ان اسمه بول. واول ما ماكس بيسمع اللحن بيتسمر في مكانه لدرجه ان هو بيجرح نفسه بالسكينه اللي كان بيقطع بها الخضار، وبيروح يوقف الاسطوانه. وبعدها بيسالها جبت الاسطوانه دي منين، ولما ما بتردش عليه بيعرف ان شيكو هو اللي جابها لها، وبيسيبها وبيروح لشيكو وبيضربه وبيطلب منه ان هو يبعد عن أليكس. ولما ماكس بيرجع للمطعم بيلاقي أليكس بتعيط لانها قلقانه عليه. وبعد ما بتطمن منه ان هو ما تعرضش لشيكو بتقول له لو ما حكيتليش عن كل حاجه عن ماضيك هسيبك وهمشي ومش هشوفني تاني. فبيقول لها ان هو مش مستعد انه يحكي لها اي حاجه عنه. فبتساله هنادي عليك باسم ماكس ولا بول، فبيقول لها ان بول ده ما بقاش ليه اي وجود دلوقتي. وتاني يوم بيروح لها شيكو عند المرسى وبيفضل يحذرها من ماكس وبيحكي لها عن اللي عمله معاه. فبيقول لها انه هيسافر بالقارب بتاعه، وبعدها بيطلب منها انها تاخد بالها من نفسها. ولما بيحاول يقرب منها بتبعد عنه، وهنا بيكون ماكس بيراقبهم من بعيد وهم مش شايفينه. وبتعدي من وقتها 3 سنين، وفي اول فصل الشتاء كل الموظفين اللي في الفندق بيمشوا وأليكس وماكس بيفضلوا هم لوحدهم على الجزيره. وفي يوم أليكس بتدخل الحمام وساعتها بيجي لها اتصال من شيكو، ولما ما بتردش عليه بيبعت لها رساله. فبياخد ماكس التليفون وبيسمع الرساله اللي شيكو بيقول لها فيها انه عرف كل حاجه عن ماكس ولازم يقابلها ويكشف لها حقيقته. وساعتها ماكس بيمسح الرساله. وبعد يومين بنشوف مركب شيكو قريبه من شط البحر، فبيروح له وبيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ فبيقول له انه جاي عشان يكشف حقيقته لأليكس. ومن غير اي تفكير بيهجم عليه ماكس وبيخلص عليه. وبعدها بيشوف ظرف على ترابيزه في القارب، ولما بيفتحه بيلاقي جواه مقالات مقطوعه من جورنان عن الممثله حبيبه العازف بول اللي اختفت في ظروف غامضه. وبعدها باسبوع بول هو كمان اختفى. ولما بيتخلص من جثه شيكو والمقالات بيرجع لأليكس وما بقاش باين عليه اي حاجه. وبعد كام يوم بيوصل ظابط للمطعم وبيسالهم عن شيكو لانه بقاله فتره مختفي ومفيش اي حد يعرف عنه اي حاجه. ولما بيسال أليكس اذا كان كلمها قريب او بعت لها رساله على التليفون فبتقول له لا. ومن بعدها أليكس بتفضل قلقانه عليه وبتتصل بيه كتير، وطبعا ما بيردش عليها. وقلقها زياده على شيكو ده بيعصب ماكس، فبتفهمه انها قلقانه على شيكو لانه صديقها المقرب. وفي يوم بتطلع قدام المطعم وبتتصل بشيكو، فبتسمع صوت تليفونه قريب منها وبتمشي ورا مصدر الصوت لحد ما بتكتشف ان التليفون مدفون تحت الارض. فبتخاف وبتروح تحفر في المكان اللي رنة التليفون جايه منه. وساعتها بتتصدم لانها بتشوف جثه شيكو. وهنا ماكس بيقرب منها وبيقول لها انت ايه اللي خلاكي تحفري هنا؟ فبيبان عليها انها مصدومه وخايفه منه، وبتطلب منه انه يبعد عنها. فبتجري على القارب وبتحاول انها تشغله بس الموتور بيكون عطلان. وهنا ماكس بينزل القارب وبيشل حركتها، ولما بتحاول تقاومه بيضربها على راسها وبتفقد الوعي. ولما بتفوق بتلاقي نفسها متكتفه في السرير، وقتها ماكس بيجبرها انها تبلع حبايه منومه، فبتروح في النوم. وبعدها بيركب القارب وبيقدر ان هو يدوره وبيروح للبر التاني، وبنشوفه هو عند الكنيسه. وساعتها بيلاقي اليا ماشيه في جنازه جوزها اللي طالعه من الكنيسه.
فبيتجاهلها وبيدخل يصلي. ولما بيرجع للجزيره بيفك موتور القارب وبيرميه في البحر، وبعدها بيدخل للبيت وبيقطع سلك التليفون. ولما بتفوق أليكس بيحررها وبيروح يجيب لها ميه، وساعتها بتاخد فازه وبتضربه بيها على راسه فبيقع على الارض. فبتجري وبتروح للقارب لكنها بتلاقي الموتور مرمي في البحر. وقتها ماكس بيكون فاق وبيفضل ينادي عليها، فبتجري وبتستخبى وما بيقدرش يلاقيها. وبتبات على الجزيره وبيكون الجو برد جدا. ولما بتصحى تاني يوم بتروح للبيت وبتحاول تتصل بالتليفون، لكنها بتلاقي ان السلك مقطوع. وهنا بتسمع صوت قارب فبتجري على الشط وبتنادي عليه، ولكن القارب محدش بيسمعها فيه. وساعتها بتنهار. وفي اللحظه دي بتلاقي ماكس قصادها فبتجري منه وبترمي نفسها في البحر وبتحاول تعوم لكنها ما بتعرفش، وبتبدا انها تغرق وبعدها بتفقد الوعي. ولما بتفوق بتلاقي ماكس جنبها وبيشيلها وبيقعدها على كرسي قصاد المطعم وبيدخل يعمل لها عصير. وفي اللحظه دي بنشوف سكينه على ترابيزه فبتاخدها. ولما ماكس بيطلع من المطبخ بيقول لها انه عارف ان هي اخدت السكينه، فبتطلعها وبتهدده بيها وبيقول لها خلصيني من حياتي، وبيقرب منها وبيجبرها انها تطعنه بالسكينه. وفعلا بتعمل كده وبيموت بين ايديها وبتولع فيه هو والمطعم. وبتروح تلم هدومها وبتروح تقعد على المرسى، وبتكون مستنيه اي حد يشوف النار ويجي يبعدها عن المكان كله. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده. ما تنساش تعمل لايك للملخص لو عجبك، وما تنساش تعمل اشتراك في قناة قصة فيلم عشان يوصلك الملخصات الجديدة، وما تنساش تعمل فولو لصفحة قصة فيلم على الفيسبوك. هسيب لك الرابط بتاعها في البايو تحت. سلام.